صوت إريتريا الديمقراطية، صوت ينادي بالحرية والعدالة والديمقراطية وسيادة القانون في إريتريا، يبث باللغتين العربية والتجرينية. جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية، مكتب الإعلام والثقافة، تهنئة بعيد الميلاد ورأس السنة الميلادية للعام 2021. تتقدم جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية بتهنئة المسيحيين الإريتريين وخاصة المناضلين من أجل العدالة والتغيير الديمقراطي، وكذلك كافة المسيحيين في العالم والشعب الإريتري بمناسبة أعياد ميلاد السيد المسيح والسنة الميلادية الجديدة 2021، متمنين أن يعود عليهم بالخير والبركات ويحمل لبلادنا نسائم السلام والاستقرار والعدالة. جعلها الله علينا عام انفراج وسلام ووفاق. مكتب الإعلام والثقافة لجبهة الإنقاذ الوطني الإريترية. مستمعينا الأفاضل، سلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. نحييكم من صوت إريتريا الديمقراطية، ونبدأ معكم فقرات برنامجنا لهذا اليوم. فقرات برنامج اليوم تتضمن نشرة الأخبار وتعليق الإذاعة على الأحداث ومساحة حرة للآراء وفقرة منوعات، وتتخلل الفقرات فواصل موسيقية وأناشيد وأغاني هادفة. وقتا ممتعا مع صوت إريتريا الديمقراطية. نفتتح الفقرات مستمعينا الأفاضل بنشرة الأخبار، وهذه عناوينها. محكمة العدل الأوروبية تتهم المجر بانتهاك قواعد اللجوء الأوروبية. والحكومة الفيدرالية في إثيوبيا ترصد مكافأة مالية للقبض على قادة إقليم تيغراي الإثيوبي. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها عبر صوت إريتريا الديمقراطية. أكد الدكتور يوسف برهانو رئيس جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية عدم وجود أسباب تستدعي اعتقال مناضلي جبهة الإنقاذ من قبل سلطات الحكومة الفيدرالية الإثيوبية غداة اندلاع الحرب مع حكومة إقليم تيغراي، مشيرا إلى متابعة قيادة التنظيم لقضية معتقليه. وذكر الدكتور يوسف بأن حالة مماثلة مر بها التنظيم في العام 1995 عندما كان يسمى التنظيم جبهة التحرير الإريترية المجلس الثوري، إلا أن تحركات التنظيم دبلوماسيا لعبت دورا في إنقاذ كوادر التنظيم. هذا وعبر عن خشية التنظيم من تسليمهم إلى سلطات النظام الدكتاتوري في أسمرة الذي اتهمه بأنه وراء استهداف واعتقال مناضلي الإنقاذ في الماضي والحاضر. هذا وتناول لقاء الدكتور يوسف برهانو مع إريسات الذي أجري في 19 من الشهر الجاري العديد من المحاور، بينها تأثيرات الحرب الإثيوبية على المنطقة وخاصة على إريتريا، التي عبر عن خشيته من الصدمة التي سيتعرض لها الإريتريون بعد أن تضع الحرب أوزارها. وقال بعد أن تحين فرصة حصر حجم الخسائر المادية والبشرية للإريتريين سيدرك الإريتريون حينها الكم الهائل من الخسائر جراء تدخل النظام الإريتري في الشأن الإثيوبي.
أدانت محكمة العدل الأوروبية دولة المجر بوضع قواعد قانونية تتنافى مع قواعد وقانون اللجوء الأوروبي كاعتقال المهاجرين في مخيمات على الحدود وترحيلهم دون احترام الضمانات المعمول بها وفحص كل حالة على حدة وفقا لقواعد اللجوء الأوروبية. وهذا يعد وفقا لمحكمة العدل الأوروبية تنصلا من دولة المجر لالتزاماتها بموجب توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن إعادة المهاجرين، كما يعتبر خرقا لمبدأ عدم إعادة اللاجئين قسرا في غياب ضمان سلامتهم. وجاء حكم محكمة العدل الأوروبية إلى حد كبير لصالح المفوضية الأوروبية. وتجدر الإشارة إلى أن من بين اللاجئين عشرات الآلاف من الإريتريين يهربون من بطش النظام الدكتاتوري ويلجؤون بشتى المداخل إلى قارة أوروبا. عرضت وزارة الدفاع الإثيوبية مكافأة مالية بقيمة 256 ألف دولار أمريكي لمن يدلي بمعلومات حول قادة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي الفارين، حيث وضعت قائمة بأسماء وصور 60 قياديا مطلوبا لديها. كما أصدرت مذكرات توقيف أخرى تتعلق بعشرات الضباط العسكريين الحاليين والسابقين. وفي سياق آخر أكد رئيس الوزراء الإثيوبي بأنه يتابع عن كثب تداعيات الحادث الذي شاركت فيه ميليشيات محلية على الحدود مع السودان، معربا في الوقت نفسه أن ذلك لن يؤثر على علاقات البلدين، مضيفا أن من الواضح بأن أولئك الذين يثيرون الخلافات لا يفهمون عمق العلاقات الإثيوبية السودانية. غير أن السلطات الإثيوبية وبرغم تصريح رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد هذا استدعت سفير السودان لديها وأبلغته رفضها توغل الجيش السوداني داخل الأراضي الإثيوبية، الأمر الذي تنفيه الخرطوم والتي تقول أن قواتها تعرضت لكمين داخل أراضيها من قبل قوات إثيوبية أدت إلى قتل 4 وإصابة 12 من جنودها. وعقب الحادث زار رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان الحدود الإثيوبية مع السودان، كما أعلن الجيش السوداني عن إرسال تعزيزات عسكرية كبيرة نحو الحدود مع إثيوبيا. وأفادت وكالة الأنباء السودانية سونا بأن السودان تقدم بشكوى للاتحاد الإفريقي ومنظمة إيجاد بشأن الاعتداءات الإثيوبية. من ناحية أخرى ذكرت بعض المصادر في 19 من ديسمبر الجاري بأن القوات الخاصة والميليشيات التابعة لإقليم أمحرة هاجمت بعض المناطق في إقليم عفر الإثيوبي. وأضافت المصادر أن الاشتباكات استمرت لمدة 3 أيام بين مواطني العفر وقوات إقليم أمحرة، إلا أنها لم تذكر حجم الخسائر، ولكنها قالت أن الجيش الفيدرالي لم يردع القوات المهاجمة. من صوت إريتريا الديمقراطية مستمعينا الأفاضل، استمعتم لنشرة الأخبار. أمشي على قدمي حافيا دون حذاء، أمشي على قدمي حافيا دون حذاء، واطي على بطني جائعا دون غذاء، واتحمل المشاق من أجل إريتريا. هذا بجريح وتلك أمي في العراء، هذا بجريح وتلك أمي في العراء، وأختي لاجأة تواجد كل العناء، باسمكم جميعا تلتحق الثرى.
أبي جريح وتلك أمي في العراء، هذا أبي جريح وتلك أمي في العراء، وأختي لاجأة تواجه كل العناء، باسمكم جميعا التحق الثرى. مستمعينا الأفاضل، نجدد لكم التحية والترحاب، وحان موعدكم مع تعليق الإذاعة لهذا اليوم تحت عنوان ضمان سلامة اللاجئين الإريتريين في تيغراي على عاتق الحكومة الفيدرالية. نتابع بقلق بالغ الأخبار الواردة من إقليم تيغراي الإثيوبي حول ما تعرض له اللاجئون الإريتريون في معسكرات تيغراي للاجئين عقب اندلاع المواجهات العسكرية في 4 من شهر نوفمبر الماضي بين قوات الحكومة الفيدرالية الإثيوبية وقوات حكومة إقليم تيغراي من اقتحام القوات الإريترية تلك المعسكرات وإعادة الكثير منهم إلى إريتريا قسرا. في كل الأحوال، وفي ظل شح المعلومات الواردة من إقليم تيغراي بصفة عامة وعدم معرفة مصير اللاجئين الإريتريين بصفة خاصة، وغياب جهات مستقلة ذات صلة باللاجئين كالأمم المتحدة ومنظماتها العاملة ووسائل الإعلام في مواقع الأحداث لنقل الواقع، مما زاد الأمر تعقيدا ويضاعف في ذات الوقت من المسؤولية الأخلاقية والإنسانية والقانونية للحكومة الإثيوبية تجاه هؤلاء اللاجئين في توفير الحماية والمساعدات اللازمة لهم. وعليها أيضا السماح للمنظمات الدولية ذات الصلة والإعلام للوصول إلى معسكرات اللاجئين في تيغراي للوقوف على أحوالهم وتقديم ما يلزم. لقد اضطرت الظروف السياسية القائمة في إريتريا منذ سنوات الكثير من الإريتريين مغادرة بلادهم نحو دول الجوار وعبرها إلى مختلف دول العالم عبر الصحارى والبحار، وقضى الكثير منهم نحبه دون الوصول إلى مبتغاه، وهي الحقيقة المؤلمة التي يعرفها كل العالم دون أن يحرك ساكنا من أجل تخفيف وطأتها. ولذلك نقول على الحكومة الإثيوبية مراعاة الظروف التي يمر بها الشعب الإريتري عند التعامل مع ملف اللاجئين الإريتريين وضمان سلامتهم، ولا يجب أن يكون ثمن علاقاتها مع النظام الإريتري التضحية بحياة هؤلاء اللاجئين أو التخلي عن حمايتهم، وإلا فإنها تسيء لسجلها الأخلاقي والإنساني وتفرط في التزاماتها القانونية أمام المجتمع الدولي. زغلونا يبولنا يبول حلوف قالات شمنا ندابللو تمتكل منبرن دقال عبدبو تفيرنا نبرل زغلونا يبولو حلوف قالات شمنا ندابللو تمتكلنا منبرن دقالو عبدبو تفيرنا نبرل تسددنا اقنا ابزمرحو صما قدلي تقعيسنا قنعو ودسو ابناي سيناي سحراي تابوالسو التاقل حدارة درار عساك جلبك بحري مستعلو تسددنا اقنا ابزمرحو صما قدلي تقعيسنا قنعو ودسو أبناي سيناي سحن تقول سوء تقول عن حدارة درار عساك الجلبك بحري مستعيد ربلنا لحنا تستولدنا لحنا
عسمرة انتي تري إلا أمورة جيت أندر عسمرة انتي تري إلا أمورة جيت أندر صوت إريتريا الديمقراطية تقدم مساحة حرة. مساحة حرة فقرة تقدم من خلالها صوت إريتريا الديمقراطية آراء متابعيها، على أن ما يرد فيها لا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر صوت إريتريا الديمقراطية، إنما عن وجهة نظر كاتبها. متابعي صوت إريتريا الديمقراطية، نجدد التحية والترحاب بكم وندعوكم لمتابعة مقال كتبه ود الشيخ الإريتري في مساحة حرة لصوت إريتريا الديمقراطية تحت عنوان: ما هي انعكاسات تفجر الأوضاع في تيغراي وشرق السودان على إريتريا؟ يقول الكاتب ود الشيخ الإريتري: ربما يبدو العنوان من الوهلة الأولى ربط ما لا رابط بينه، ولكن آمل من خلال قراءة محتوى المقال أن يتبين القارئ العلاقة والرابط. كما هو معلوم، شهد كل من إثيوبيا والسودان تحولات سياسية في أعقاب احتجاجات شعبية منذ العام 2018 أدت إلى سقوط الأنظمة السياسية التي حكمت البلدين لنحو 3 عقود. وفي أعقاب ذلك تصدر المشهد السياسي في إثيوبيا حزب من إقليم الأورومو بقيادة الدكتور أبي أحمد، الذي كان أحد أطراف الائتلاف الحاكم، إلى جانب كل من الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وحزب الأمحرة الديمقراطي وحزب شعوب الجنوب. وتراجع دور الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي التي سيطرت على الحكم والائتلاف في إثيوبيا لما يقارب 3 عقود. ويجب أن يكون معلوما أننا نفصل هنا بين التيغراي كمجتمع والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي كحزب سياسي. بدأ الائتلاف الجديد بإجراء إصلاحات سياسية تمثلت في إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وحرية الإعلام وإعادة التنظيمات السياسية المسلحة من إريتريا، وطرح فكرة الاندماج بديلا لنظام الفيدراليات العرقية كنظام حكم لإثيوبيا وإلى آخره. وخارجيا عمد على تصفير الخلافات مع دول الجوار من خلال زيارات مكوكية قام بها رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد، فضلا على توقيع اتفاقية سلام بين إريتريا وإثيوبيا بموجبها حصل منفردا على جائزة نوبل للسلام. إن فكرة الاندماج التي طرحها الدكتور أبي أحمد بديلا لنظام الفيدراليات العرقية التي تبناها الائتلاف القديم بقيادة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي قرابة 3 عقود كانت القشة التي قصمت ظهر البعير وبعدت المسافة بين الطرفين. والمفارقة أن من بين أسباب الخلاف بين الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وإسياس أفورقي هو اعتراضه على نظام الفيدراليات العرقية في إثيوبيا، وهو أمر قد يجد المرء في حينه صعوبة في فهم منطلقاته، غير أنه يمكن فهمه الآن على ضوء مواقف وتوجهات إسياس الحالية. تطور الخلاف بين الدكتور أبي أحمد والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، اضطرت معه قياداتها إلى الاستقالة من مواقعها في الحكومة المركزية والعودة إلى إقليم تيغراي، إلى أن تطور الأمر إلى حرب إعلامية أفضت أخيرا إلى اندلاع مواجهات عسكرية بين الطرفين في بداية شهر نوفمبر 2020، واستيلاء الحكومة المركزية على المدن الرئيسية في إقليم تيغراي بما فيها مقلي عاصمة الإقليم.
سبق وأن واكب هذا التطور شيطنة عرقية التيغراي في وسائل الإعلام ومن بعض النخب الإثيوبية، والبعض يعزي ذلك إلى ردة فعل بسبب سوء الإدارة التي تميز بها عهد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي على الصعيد الإثيوبي. وحول المشاركة الإريترية في الحرب على إقليم تيغراي، اتهم أكثر من مصدر القوات الإريترية المشاركة إلى جانب الحكومة المركزية الإثيوبية ونهب ممتلكات المواطنين والمؤسسات الحكومية في تيغراي ونقلها إلى إريتريا. وإن صح هذا الخبر فإنه لا يشبه خصال الشعب الإريتري في شيء، وستكون له انعكاسات خطيرة على مستقبل العلاقات بين الشعبين الإريتري والتيغراوي. وذات المصادر أشارت إلى أن عشرات الآلاف من اللاجئين الإريتريين تعرضوا لانتهاكات جسيمة من قبل القوات الإريترية، بل وتم إعادتهم قسرا إلى إريتريا. حدث هذا في ظل غياب أي شهود أو حماية من المنظمات الدولية ذات الصلة التي غادرت الإقليم على عجل بعد اندلاع المعارك بين الطرفين. بلا شك أن مشاركة قوات إريترية في حرب تيغراي والانتهاكات المنسوبة إليها ستترك جروحا لا تندمل بسهولة في جسد العلاقة بين التيغراي والشعب الإريتري، وهو ما يرمي إليه إسياس أفورقي لتحقيق أهدافه المستترة والتي باتت تتضح شيئا فشيئا. أما في السودان فقد وجدت الثورة الشعبية وشعاراتها حرية، سلام وعدالة، وتسقط بس زخما واهتماما إعلاميا إقليميا ودوليا لم تحظى به نظيرتها الإثيوبية. وكما يقال أن للنصر 1000 باب، فقد التفت القوى العسكرية والمدنية والأحزاب السياسية حول شعارات الثورة، وشكلت بعد مفاوضات ماراثونية وبوساطة إفريقية حكومة انتقالية مكونة من مجلس سيادي من العسكريين والمدنيين ومجلس وزراء مدني منتخب من الحاضنة السياسية الممثلة في قوى إعلان الحرية والتغيير. هذا التوافق الظاهري في مؤسسات الحكم واكبه ضعف في أداء مؤسسات الثورة وغياب القدرة على حل الضائقة الاقتصادية التي كانت مدخلا للحراك الثوري الذي أسقط حكومة المؤتمر الوطني. كما شهدت فترة ما بعد الثورة رخاوة أمنية أسفرت عن صراعات ذات بعد اجتماعي في أكثر من منطقة في السودان، وأبرزها ما شهده شرق السودان. وللأسف ساهمت بعض القيادات الأهلية والأمنية وبعض الأقلام ومرتادو وسائل التواصل الاجتماعي في تأجيج وتزكية تلك الصراعات التي أزهقت أرواحا بريئة وأتلفت ممتلكات المواطنين جراء الحرق والصلب. ليس هذا فحسب، بل أسفرت تلك الموجة من الصراعات غير المبررة والتي امتدت لأكثر من عام عن شيطنة قبائل البني عامر والحباب والطعن في انتمائهم للسودان، فضلا على إقحام المعارضة الإريترية زورا واتهام اللاجئين الإريتريين بالحصول على الجنسيات السودانية والاستيلاء على الأراضي وغير ذلك من الاتهامات والدعاوى المجحفة. والغريب في الأمر أن بعض من يتصدرون حملات التحريض والشيطنة تلك محسوبون على النظام السابق، ويبدو أنهم يحاولون بذلك التنصل من المحاسبة عن أدوارهم السياسية السابقة من خلال إثارة دخان كثيف باستخدام منصات اجتماعية لمداراة ذلك. قد يتساءل البعض لماذا شيطنة البني عامر والحباب دون سائر المكونات الأخرى في شرق السودان؟ والجواب الأولي والبسيط هو ربما يعود ذلك إلى نوع من الغيرة والحسد تجاه ما حققه مجتمع البني عامر والحباب من طفرة وحضور على الصعيد الاقتصادي والتعليمي في شرق السودان. غير أن أهم من ذلك في اعتقادي أن مجتمع البني عامر والحباب له امتدادات اجتماعية وجغرافية في كل من غرب إريتريا وشرق السودان لا يمكن إنكارها. غير أن أهم
من ذلك في اعتقادي أن مجتمع البني عامر والحباب له امتدادات اجتماعية وجغرافية في كل من غرب إريتريا وشرق السودان لا يمكن إنكارها، تمثل تداخلا بينهما وبين المجتمع الإريتري. وكأي حدود سياسية بين الدول الإفريقية لم يراعى في رسمها حدود المكونات الاجتماعية على الأرض، وبالتالي تم تمزيق النسيج الاجتماعي بواسطة الخرائط السياسية التي يحاول البعض في العالم الثالث استعمالها كمتاريس وجدار عنصري فاصل دون النظر للامتدادات الاجتماعية وما تمثله، بل تسفك الدماء من أجل تثبيت الفصل العنصري بين المجتمعات التي تربطها أواصر القربى والتاريخ والمصير المشترك. وبالرغم من ذلك استطاع البنو عامر والحباب تجاوز هذا الواقع الاستعماري الذي كرسته أنظمة عهود الاستقلال، وشكلا حضورا وتفاعلا على جانبي الحدود الإريترية السودانية أكثر من غيرهم من مكونات شرق السودان، مثلما كان لهم حضور في تأسيس أورطة العرب الشرقية التي كانت نواة الجيش السوداني، وهي الحقيقة التي لا يريد البعض في السودان الإقرار بها. كان لهم أيضا حضور في انطلاقة الثورة الإريترية. وبالتالي البنو عامر والحباب دون سائر مكونات الشرق لهم ارتباط وثيق وتفاعل مع أحداث تاريخية هامة في البلدين تخلق لهم عداوات هنا وهناك. وهكذا يمكننا فهم دوافع شيطنة البني عامر والحباب من بعض الأطراف في البلدين، بالإضافة إلى الأسباب التي أشرنا إليها آنفا. وفوق هذا نجد أن نظام إسياس يعمل جاهدا منذ وقت طويل من خلال أذرعه الأمنية والمخابراتية والعملاء إلى تأجيج الصراعات والفتن للوقيعة بين البني عامر والحباب واللاجئين الإريتريين من جهة، وبين المكونات الاجتماعية الأخرى في شرق السودان من جهة أخرى. لو تركنا جانبا الصراعات ذات البعد الداخلي التي تواجه كل من التجراي والبني عامر والحباب في إطار بلديهما باعتبارها شؤونا داخلية، إلا أننا أمام سؤال محوري في هذا الشأن لا بد من محاولة الإجابة عليه، وهو لماذا يسعى نظام إسياس إلى استهداف التجراي والبني عامر والحباب، وما تأثير ذلك على مستقبل إريتريا؟ ففي معرض الإجابة نقول الكل يعلم أن إقليم تجراي في إثيوبيا وإقليم شرق السودان يمثلان امتدادا جغرافيا واجتماعيا وعمقا استراتيجيا وملاذا آمنا للشعب الإريتري في أحلك الظروف، سواء في عهد الثورة أو حتى في عهد نظام إسياس. ومن يحاول ضرب أسفين في هذه العلاقة ليس إلا متآمرا على الشعب الإريتري وكيانه المستقل. وإسياس من الذين يريدون تخريب هذه العلاقة، وما مشاركته في الحرب ضد التجراي إن صحت وسعيه الدؤوب في إفساد العلاقة بين البني عامر والحباب وتأجيج الصراع بينهما وبين مكونات شرق السودان الأخرى إلا دليلا دامغا على ما يضمره من حقد تجاه الشعب الإريتري من خلال ضرب واستعداء خلفياته وعمقه الاستراتيجي وتخريب صورة الإنسان الإريتري لدى محيطه في كل من تجراي وشرق السودان، وحرق السفن وتحطيم الجسور بينه وبين محيطه حتى يتمكن من تمرير خططه التآمرية على الكيان والسيادة الإريترية، ويقضي على أي فرصة أمام الشعب الإريتري للاستفادة من ذلك المحيط الحيوي في التصدي لمؤامراته. وبالتأكيد إسياس يمضي بخطى ثابتة ومدروسة في تقويض استقلال إريتريا وتشريد شعبها وتخريب علاقاته بالشعوب المجاورة والعودة به إلى مربع ما قبل الاستقلال. ومن يقول غير هذا عليه أن يفسر لنا تصرفات إسياس طوال 3 عقود من الاستقلال الوطني. وأخيرا نقول للعقلاء في السودان وفي شرقه على وجه الخصوص، وللعقلاء في إثيوبيا وفي تجراي خصوصا،
أن الشعب الإريتري يكن كل التقدير والاحترام لشعوب المنطقة، وأنه محب للسلام والوئام والتعايش، لأنه من أكثرها اكتواء بنار الحرب وإدراكا لمعنى الحرية والكرامة والسلام والتكامل بين شعوب المنطقة. ومن هذا المنطلق فإنه مستعد لدفع ضريبة السلام والتعايش والتكامل، مثلما كان ولا يزال مستعدا لدفع ضريبة الحرية والحفاظ على استقلاله الوطني. وفي هذا السياق يجب أن يكون جليا وواضحا لشعوب وحكومات دول المنطقة والإقليم والعالم أيضا أن إسياس وزمرته لا يمثلون الشعب الإريتري سلما كان أم حربا، وسيتمكن الشعب الإريتري من رميهم في مزبلة التاريخ يوما، ويتولى زمام أمره من خلال نظام يعبر عن مصالحه وشواغله وأمانيه. وإلى ذلك الحين ندعو الأنظمة الراشدة والشعوب في المنطقة ألا يحاكم الشعب الإريتري من خلال تصرفات نظام إسياس أو يحاول استغلال وجوده وإبرام اتفاقيات تضر بالمصالح الوطنية العليا للشعب الإريتري. بقلم ود الشيخ الإريتري، صوت إريتريا الديمقراطية. جل جلاله جل جلاله جل جلاله والداي رب وحمدي. شعبنا لثابت إيمانه لكبد ما ياتي تودي. رب لك بقدي بامير حت أسمرا، رب لك بقدي بامير حت أسمرا. أفكورهم من عدنا أسرارهم تأمرا. شعبنا أسفروا علمانا قاتلوا وأقششت آسروا. شباب من عدو أفقروا حكمهم قبقى بمورا وفتحهم هلو لو هلو لو هلو لو بيلا بيلو هلو لو هلو لو هلو لو بيلا بيلو هلو لو هلو لو هلو لو بيلا بيلو. سأل حناتو ثورة ودينا ولا تالت فدينا. حناتو ثورة ودينا ولا تالت فدينا. سأل حناتو ثورة ودينا ولا تالت فدينا. حناتو ثورة ودينا ولا تالت فدينا. إريتريا عدناتا النديبة ولينا نشد كلنا نضالنا نتهاجل لتاريخنا. ناشف يلا عد ما يوم شهداء لثورتنا. يا هو كف ما تكفل نقبل له مدرنا نقبل له قبيلنا. نقبل له مدرنا نقبل له قبيلنا.
نستسلم أبينا 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 نستسلم أبينا بدير ما توزعنا كثورة ودينا بدير ما سلمنا كثورة ودينا جلاب فتح جلاب سلام جلاب فتح جلاب سلام 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 كريستيان وإسلام سلام سلام كريستيان وإسلام صوت إريتريا الديمقراطية تقدم برنامج منوعات. منوعات برنامج تتناول فيه صوت إريتريا الديمقراطية قضايا مختلفة ومتنوعة في كل ميادين الحياة. نأمل أن تجد رضا المتابعين. نجدد الترحيب بكم متابعين الأفاضل، وأهلا وسهلا بكم في برنامج منوعات. الظلم هو التعدي ومجاوزة الحق، وأيضا وضع الشيء في غير موضعه، وهو أنواع، وأنه من أقبح الصفات. قيل عنه الظلم أسرع شيء إلى تعجيل نقمة وتبديل نعمة. التسلط على المماليك دناءة. لا تسقني ماء الحياة بذلة، بل اسقني بالعز كأس الحنظل. هذه بتلك والبادئ أظلم. وظلم ذوي القربى أشد مرارة على النفس من وقع الحسام المهند. الحياة أوقات وأوقات. أوقات للسرور وأخرى غير ذلك. وكي تكون الحياة جميلة لا بد من تكافل الإنسانية. وقيل فيها: لا يستطيع أحد ركوب ظهرك إلا إذا كنت منحنيا. من جار على صباه جارت عليه شيخوخته. لو أنك لا تصادق إلا إنسانا لا عيب فيه لما صادقت نفسك. حين تصمت الأسود تبدأ الببغاوات بالثرثرة. كل شيء إذا كثر رخص إلا العقل، فكلما كثر زادت قيمته. وكلام الإنسان يدل على رجاحة عقله.
قيل أيضا: الصوت الهادئ أقوى من الصراخ، والتواضع يحطم الغرور، والأدب يهزم الوقاحة. الأصدقاء الأوفياء كاليد والعين، إذا تألمت اليد بكت العين، وإذا بكت العين مسحتها اليد. قطرة المطر تحفر في الصخر ليس بالعنف ولكن بالتكرار. ليس العار أن تسقط، ولكن العار أن لا تستطيع النهوض. لولا أن الناس يخطئون لما اخترعت الممحى. كل شيء تكتشفه بتقادم العمر هو موجود من قبل، ولكنك كنت أصغر من أن تراه. لا شيء يجعلنا كبارا كالتجربة، ولا شيء يجعلنا أكثر صمتا كخيبة الأمل. نصائح في الحياة: إذا نصحك شخص بقسوة لا تقاطعه، بل استفد من ملاحظاته، فوراء قسوته حب عظيم. ولا تكن كالذي كسر المنبه لأنه أيقظه. لا تحكم على مستقبلك من الآن، فالأنبياء رعوا الغنم ثم قادوا الأمم. لا تيأس إذا رجعت خطوة للوراء، فالسهم يحتاج إلى أن ترجعه للوراء لينطلق بقوة إلى الأمام. لا تكن كقمة الجبل يرى الناس صغارا ويرونه صغيرا. لا تبصق في البئر فقد تشرب منه يوما. لا تكن اليوم من الشامتين فتصبح غدا من المبتلين. لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن. إلى هنا مستمعينا الأفاضل نصل وإياكم إلى ختام بثنا لهذا اليوم، وحتى نلتقيكم مجددا أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.